الفوضى الخلاقة الأمريكية نجحت نجاح كبير في تقسيم معظم الدول العربية زي سوريا ولبنان وليبيا والسودان واليمن والعراق. لكن هذه الفوضى لم تنجح في مصر بسبب وحدة شعبها وقوة جيشها. لكن الضغوط الاقتصادية على الدولة المصرية في الفترة الأخيرة ضغوط كبيرة أوي أوي، وفي خطر كبير بيواجه الدولة المصرية من جميع الاتجاهات. السودان والمشاكل اللي في السودان والنية لتقسيم السودان والحرب الدائرة في قطاع غزة، وليبيا عندنا المشاكل اللي في ليبيا. الضغوط بتحيط بالدولة المصرية من جميع الاتجاهات. بمناسبة قطاع غزة، أنا شايف من وجهة نظري الشخصية المتواضعة إن غزة ضاعت، غزة انتهت، والخذلان العربي هو السبب. عدم حضور القادة العرب في القمة العربية يا جماعة خلت مواقع التواصل الاجتماعي الإسرائيلية بتسخر من الدولة المصرية وبتسخر من الرئيس عبد الفتاح السيسي. بيقولوا إن السيسي كان عاوز يرجع مجد مصر العربي، لكن الدول العربية خذلت الرئيس عبد الفتاح السيسي لما السعودية ما تحضرش، والإمارات والكويت وسلطنة عمان والجزائر وتونس والمغرب. يبقى مين اللي حاضر؟ الحضور كلهم يعني اللي عاوزين يعملوا شرعية لنفسهم زي أحمد الشرع وزي الرئيس السودان. يعني الرؤساء الضعفاء والدول المنهارة هم اللي حضروا قمة العرب مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. حركة حماس سبب رئيسي من أسباب ضياع قطاع غزة. حركة حماس إزاي هي اللي خططت بالتنسيق مع الصهاينة في الهجوم في 7 أكتوبر. حركة حماس دلوقتي بتعمل مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الرئيس الأمريكي ترامب. حركة حماس بتبيع قطاع غزة للإسرائيليين مقابل بقاء الحركة. رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد بيقول في تصريح مثير، بيقول إحنا جايين علشان نخلص على الجبهات السبعة. بيقول أنا جاي الجيش الإسرائيلي علشان أخلص على الجبهات السبعة. الجبهات السبعة دي اللي هي سوريا ولبنان واليمن وإيران والعراق وغزة والضفة الغربية. يا جماعة القضية الفلسطينية على وشك الانتهاء تماما. النتنياهو فرحان وسعيد وبيقول احنا طلعنا الجبل، يقصد جبل الشيخ في سوريا. بيقول احنا طلعنا الجبل وكل حاجة تحت ايدينا. فعلا عنده حق، لانه المكان ده محرم عليه من 50 سنة. جه لقاه سهل وطلع. نتنياهو يا جماعة عمل 9 قواعد عسكرية في سوريا، احتل سوريا تماما. وطبعا زي ما احنا عارفين كلنا يعني هيصرف $1,000,000,000 على الدروز في سوريا. قال لك الدروز ديت مش تبع احمد الشرع، الدروز مش تبع الحكومة السورية، هنصرف عليهم $1,000,000,000. المنطقة كلها من الآخر، المنطقة كلها ما فيش فيها دولة واقفة على رجليها إلا مصر. السودان الإعلان من يعني امبارح عن حكومة موازية في نيروبي في كينيا، وتقسيم السودان رسميا قادم لا محالة. السودان كده اتقسمت، غزة انتهت. أحمد الشرع يعني لما تولى حكم البلاد في سوريا شجع كل المرتزقة في البلاد العربية إن هو يعملوا انقلابات ويقسموا الدول بتاعتهم. الخلاصة إن مصر لازم تدور على مصلحتها. مصر لازم تشوف مصلحتها، مصلحتها فقط لا غير. سيبك بقى من القومية العربية والقومية الكلام اللي ما بأكلش عيش. الدول العربية كلها بعدت عن مصر في القمة العربية. الدول العربية كلها كل واحد، كل رئيس وكل ملك وكل حاكم بيدور على مصلحته ومصلحة بلده فقط. سيبك من الشعارات والقومية العربية. احنا اهم حاجة عندنا القومية المصرية. القومية المصرية أهم عندنا،
في الفترة الحالية من القومية العربية. الواقع يا جماعة بيقول كده، وكل واحد لازم يدور على مصلحته، والمفروض في مصر يكون كده. كل دولة تشوف مصلحتها، تشوف اقتصادها. سيبك بقى من الشعارات، وسيبك من يعني القادة العرب كلهم يتبعون الكيان الصهيوني، القادة العرب يتبعون نتنياهو، القادة العرب يتبعون ترامب. كل واحد يا جماعة بيدور على مصلحته وبيدور على مصلحة شعبه، واحنا في مصر لازم نكون كده، ولازم القومية المصرية فقط لا غير من أجل استقرار البلاد ونجاة العباد. كل الشكر والتحية.